ازيك يا جماعة. فيديو جديد. الأول تحية اللي متعودين عليها لل29 واحد اللي عاملين سبسكرايب، تحية خاصة. وتحية بقى لكل الناس اللي يشوفوا الفيديو. فيديو كده جديد نسلي فيه صيامنا، يعني كل سنة وانتم طيبين، ونتكلم فيه عن موقعة واندا متروبوليتانو النهاردة، مباراة العودة في دور 16 دوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد. طبعا عارفين ماتش الذهاب خلص 1-0. وخليني كده اتكلم معاك، ندردش مع بعض كانتراوية او كناس بتحب الكورة عامة، اللي هو شعور الانتراوية. وممكن لو حد عنده شعور تاني يقول لي. عارف انت الطالب اللي ذاكر كل حاجة وراجع كل المراجع وقفل، والاساتذة بتوعه بيشكروا فيه والكلام ده، وعنده الامتحان بقى ليلة الامتحان او يوم الامتحان اخر امتحان الفاينل، فيحس ان هو خايف ومتوتر، يعني رغم ان هو عامل كل حاجة، بس هو الخوف ان تحصل حاجة في الامتحان غير متوقعة، يعني يعيا، يروح عليه نومة، ينسى. ده بالظبط وضع الانتر او مشجعين الانتر مع الانتر، اللي هو انت حاسس ان انتر يعني مش هينفع يوصل لنقطة اعلى من كده، او يعني او هو عامل كل حاجة والناس كلها بتتكلم عنه، بس ممكن تحصل حاجة مفاجأة غير متوقعة. زي ايه؟ اللي هو مثلا ممكن تحصل إصابة، ممكن كارت احمر، يعني ضربة جزاء في الاول، اون جول، هدف عكسي انت مش متوقعه عكس سير الماتش. الحاجات اللي زي دي هي اللي بتخليك تقعد تفكر وتقلق والكلام ده. وبرضه نقطة طبعا اللي اتكلمنا فيها بكده، ان انت عندك جون واحد بس جبته في ماتش الذهاب، ولو افتكرنا في الفيديو اللي عملناه بعدها ان قلنا ان كان في الامكان افضل مما كان يا انتر، يعني انتر ماتش الذهاب ده كان ممكن يطلع بيه يعني على الاقل اتنين وتلاتة كمان. فنقطة ان انت جايب جون واحد برضه دي هي اللي مخليها الماتش لسه 50 50. بس خليني النهارده قبل الماتش، مش عايز اقلقك اكتر ما انت قلقان، خليني اطمنك شويه بشويه ارقام. انا واحد بحب الارقام وبحس ان هي يعني ايه، بيبقى لها معاني وكده. اخر 3 ماتشات اتلتيكو مدريد لعبهم في مرحله خروج المغلوب، وكان خسران ماتش الذهاب، ما عرفش يصعد. فواضح ان الفريق نفسيا لما بيبقى ماتش الذهاب هو خسرانه، ده بيضعف منه او الكلام ده كله. في حين ان الانتر اخر 8 ماتشات لعبهم في خروج المغلوب، 7 منهم لما كان كسبان في ماتش الذهاب عدى. فاذا انتر بيعرف يحافظ على نتيجته، بيعرف يستغل تقدمه في ماتش الذهاب على حساب ماتش العودة. الفورم بتاع الفرقتين حاجة تطمنك. انتر 13 انتصار متواصل في جميع المسابقات، اتلتيكو مدريد 3 انتصارات في اخر 10 ماتشات، واخرهم قدام قادش في الدوري الاسباني خساره 2-0 بالفول تيم، ما ريحش حد على فكره. فدي حاجات ممكن بتطمن شويه. خلينا نخش جوه الماتش. اتلتيكو مدريد اعتقد هيبدا عادي 3-5-2 بتاعته، لكن جريزمان وخيمينيز رجعوا التدريبات قبل ماتش انتر امبارح او اول، فما اعتقدش ان هم هيبداوا. فاعتقد ان هجوم اتلتيكو مدريد هيبقى ممفيس ديباي وموراتا. فجريزمان هيفقدهم قوة كبيرة. طبعا ثلاثي النص زي ما هو ديبول، كوكي، ساول نيجيز. ودي هتبقى نفس المعركة اللي مع الثلاثي وسط الانتر، اللي ثلاثي وسط الانتر تفوق فيها الماتش اللي فات، بس ما قدرش يترجم تفوقه لأهداف كتير. دفاع طبعا هو فيتزل وهرموزو وسافيتش، دفاع بطيء وممكن يستغلوا ترام زي ما استغلوا الماتش اللي فات، بس مضيعنا الفرص. نخش على الانتر. تشكيل متوقع. التشكيل حتتين هما اللي فيهم اختلاف، وانا هقول لك رايي فيهم وحابب اسمع رايك فيهم في التعليقات. كده 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 سومر، كده كده باستوني، بافار. مين اللي هيلعب ليبرو، الشربي ولا ديفري؟ الكلام بيقول ان ديفري. انا اتمنى ان الشربي اللي يلعب، لان الماتشات اللي زي ديت الشربي بيبقى يعني بيستحمل فيها الضغط، وزي ما بنقول بالكوره كده، الشربي لعيب صايع، ممكن يخرج مراتا من تركيزه طبعا.
كرقابه مان تو مان هو في رايي احسن من ديفري بكتير. نيجي للتو وينج باكس. احنا طبعا عندنا كارلوس اجوستو مصاب، فعندنا 3 وينج باك هيلعب منهم 2: دارميان، دامفريز، دي ماركو. دارميان كده كده هيلعب، بس هو السؤال هيلعب مع دامفريز ولا هيلعب مع دي ماركو؟ انا رايي ان هو يلعب مع دامفريز. ليه؟ لان هو الناحيه بتاعته ناحيه الشمال دي فيها باستوني. دارميان مش احسن حاجه هجوميا، هو دفاعيا كويس، فممكن دوت يدي المساحه لباستوني ان هو يتقدم ويعمل زيادات هجوميه. ولما باستوني بيعمل الزيادات الهجوميه احنا بنشوف العرضيات واللونج باس اللي بيعملها والكلام ده كله. حاسس ان ده هيبقى فيه توازن عن لو لعبت دامفرز ناحيه اليمين وناحيه الشمال فيها دي ماركو وباستوني، 2 هجوميين وبيزيدوا الكلام ده. فانا شايف ان انت تسيب دي ماركو على الدكه، ورقه رابحه، وممكن تبدا عادي بدامفرز و دارميان، وحسب سير الماتش بقى. الماتش مشى معاك كويس ممكن تبدل الاثنين، تنزل بوكنان ودي ماركو. الماتش لا لسه عايز تسيب دارميان، تنزل دي ماركو وتودي دارميان يمين كده يعني. وطبعا الثلاثي الوسط بتاع الانتر زي ما هو، والهجوم لوتارو ومارتينيز اللي لوتارو وتورام اللي اعتقد ان هم يعني هيبقى عليهم حسم الماتش ده في ايديهم. توقعي ان انتر هينزل اول نص ساعه عايز يضرب الضربه القاضيه. انتر بقى موضوع ان هو يسيب اول شويه جس النض وما يجيش في الجون في اول تلت ساعه والكلام ده كله. انا ما اعتقدش ان انزاجي ده تفكيره. انزاجي هينزل عايز يجيب في اول نص ساعه جون او جونين ويخلص الماتش، زي كده بالظبط لما سيمي فاينال ميلان السنه اللي فاتت اول 10 دقائق كانت 2-0 والماتش خلص خلاص. اعتقد هيعمل كده. اتمنى ان هو طبعا يحترم اتلتيكو مدريد، بس ما يحترموش الاحترام الزياده عن اللزوم، اللي هو ما يدخلوش الماتش. لا، لو احنا في ايدنا نخلص الماتش في الاول نخلصه. فورزا انتر. ان شاء الله آه، ان شاء الله بدون مقاطعه انتر هيعدي النهارده، وان شاء الله هنتكلم بعد الماتش نبارك لبعض ونبدا بقى نفكر ان شاء الله في هنلاعب مين الدور الجاي. شكرا. وفيديو عجبك لايك، اشترك في القناة. في اي تعليق او عايز تقول لي رأيك برضو في الماتش النهاردة يا ريت في الكومنتس، وانا برد على كل حاجة. وفوز انتر، واشوفكم بعد الماتش.